السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معكم الباشمهندس محمود عابد من أكاديمية تيكيروس. إن شاء الله ده رابع فيديو من فيديوهات شرح كورس مبتدئين لتعلم البرمجة للأطفال باستخدام برنامج السكراتش. من خلال الكورس ده هنتعلم مع بعض المفاهيم البرمجة المختلفة عن طريق عمل بعض الألعاب والقصص التفاعلية السهلة بإذن الله. ولو أول مرة تشوف الفيديوهات دي فهتلاقي على القناة في 3 فيديوهات قبل كده لشرح ألعاب مختلفة. طيب، تعالى نبتدي النهاردة في لعبتنا. النهاردة إن شاء الله هي لعبة القطة الجرس. طيب، إيه الفكرة من اللعبة ببساطة؟ أول ما أدوس هنا ببدأ أتحرك من الكيبورد. طيب، عندي الشمال بيحصل إيه؟ بيخليها تلف، واليمين بتلف بس ليه؟ العكس. طيب، وقدام بتطلع تمشي لقدام، وورا بيخليها ترجع لورا، أيا كان بقى الاتجاه بتاعها. طيب، إيه الفكرة؟ عندي الجرس كمان بيبدأ يروح في أماكن عشوائية. طيب، لو مسكت الجرس هيبدأ يلاقيه بيقول إيه؟ لقد أمسكت الجرس، وبيتحول لشخصية اللي هي بنت. وبعد كده يعني أنا بحاول أمسكه دلوقتي، كل ثانيتين الجرس بيفضل في مكانه، وبعد كده بعد ثانيتين بيبدأ يتحرك في مكان تاني. فأنا عليا إيه؟ اللي أنا أقعد أمسكه على حسب هيطلع فين. أنا معرفش هيطلع فين. أول ما بلمس الجرس اللي بيحصل بيقول قد أمسكت الجرس. طيب، تعالوا ببساطة نبدأ نعملها مع بعض. زي ما اتفقنا، أول حاجة بعملها اللي أنا بجيب الشخصيات اللي أنا محتاجها. طيب، إحنا ممكن نجيب دلوقتي شخصية الدب بس، وممكن نجيب شخصية الجرس. طيب، ليه أنا جبت شخصية الدب؟ عاوز أوريكم بس على حاجة معينة. أول حاجة أنا عندي مثلا في الدب ده عبارة عن إيه؟ سبرايت واحد. طيب، لو أنا دخلت عليه كده عايز أعرف عنده أشكال تانية، يعني أنا شخصية واحدة كشخص ممكن يكون عندي كذا شكل. إزاي؟ ببساطة كده، لو أنا دخلت على كلمة كاستم هلاقي الدب ده ليه شخصيتين: شخصية وهو كأنه ماشي، وشخصية تانية وهو واقف. طيب، فأنا لو استخدمت ديت جيت ببساطة كده كمثال بسيط بس تتحرك عادي. طب انا عاوز اجيب التانية ادوس عليها كده. طيب، ده ايه كمبرمج، انما ككود او كبلوك احنا لسه مستخدمش البلوك، وهنعرف ازاي نستخدم البلوك. طيب، الميزة كمان اللي انا ممكن اعمل ايه، ممكن اضيف مع الدب ده شخصية تالتة مش دب اصلا. ازاي؟ باجي هنا كده وادوس تشوز اسبرايت، واختار اي حاجة انا عايزها، تفاح مثلا. يبقى انا دلوقتي خليت الدب الكاسبرايت عنده كام شكل؟ واحد، اتنين، تلاتة، واشكال ايه مختلفة. وكمان عندي ممكن ان انا اختار ابلود كاستم، يعني اجيب له حاجة من عندي اصلا. يعني انا لو عندي صورة هنا واخترت اي صورة من عندي هتظهر هنا، وتبقى ايه عبارة عن كاستم. يبقى انا دلوقتي الشخصية اللي هنا دي ظاهرة وراها كام شخصية او كام كاستم يعني وضعية. كام وضعية؟ واحد، اتنين، تلاتة. طيب، تعال نجيب القطة بتاعتنا، وبعد كده نبدأ ننفذ الأوامر بتاعتنا إن شاء الله. أول حاجة أنا محتاج القطة تبتدي من هنا. خلاص، يبقى يروح هنا قلنا ستارت، بعد كده جو تو. طيب، لو حد مش فاهم حاجة أو مش فاهم الأمر جو تو ده وليه استخدمنا جو تو اكس وواي، ممكن يرجع للفيديوهات اللي احنا اخدناها قبل كده. ده الفيديو بالنسبة لنا الرابع، فلازم يرجع يتفرج عليه من الأول ويجي هنا علشان كل فكرة بتكمل الفكرة اللي قبلها بس بشكل مختلف. طيب، أنا عاوز إيه دلوقتي؟ القطة دلوقتي باصة إزاي؟ قدام. طيب، أنا عاوز في نفس مكانها بس تلف الاتجاه بتاعها. طيب، تلف يعني الاتجاه يعني دايركشن. طيب، تلف يعني هتعمل تيرن. طب أنا واقف دلوقتي، مين اللي لف الجرس؟ طب ليه؟ علشان أنا واقف على إيه؟ على الجرس. طب تعالى نرجع نحط الجرس هنا، نجيب القطة. طيب، فانا كل شويه اي اتجاه انا عاوزه. طيب، تعالى نخلي فيه عندنا 4 اتجاهات اساسيه. ايه هما؟ اول اتجاه عندي اساسي، تعالى حتى نرسمه هنا على الباقي ارجع بتاعنا. طيب، انا عندي اهو، وتعالى نزود تعالى نزوده. ده اول حاجه. واحد كمان العكس، ده الاتجاه الايه؟ لفوق، تحت، يمين، شمال.
طيب تعالوا ببساطة كده ونختار مثلا اللون الأحمر. أنا لو باصص ناحية اليمين خلاص قالك يبقى الاتجاه بتاعك حاجة اسمها درجة 90. طيب يعني هو كده باصص بزاوية اسمها زاوية 90. تعالى نكبرها شوية. طيب لو هو باصص اللي تحت بزود 90 على 90. طب 90 زائد 90 بكام؟ ب 180. فأنا هاجي هنا كده هعمل واحدة جديدة وأكتب 180 وأكبرها شوية أحطها هنا. طيب عاوز أخليه يبص الناحية التانية أزود 90 يبقى كام؟ 270. طيب لو عاوز أخليها تبص لفوق بقى يبقى زود 90، 90 على 270 يبقى 360. طيب كده كل الاتجاهات. يبقى أنا لو جيت هنا كده على القطة وكتبت 180 على طول هلاقيها بصت تلقائي لتحت. طب خليتها 270 بصت ناحية الشمال، 360 هلاقيها بصت لفوق. طيب لو أنا جيت بصيت كده وسألت نفس السؤال، لو رجعنا تاني للخلفية بصينا سألنا نفسنا سؤال. أنا دلوقتي لما كنت بخلي حاجة تبص اليمين أو تروح ناحية اليمين على محور إكس كنت بقول 90 أو مثلا 5، يعني كده هتزيد. طب عايزة تروح العكس بزود إيه؟ سالب. فقال لك ممكن بدل ما تكتب 90 يعني انت كاتب هنا وهي باصه ناحيه اليمين 90، طب عايزه تبص ناحيه الشمال خلاص ممكن بدل ال 270 دي ممكن تكتب سالب 90. يعني سالب دي قلنا بتعمل ايه؟ بتعكس الاتجاه. فبدل ما انا اكتب 270 ممكن اكتب ايه؟ سالب 90. يبقى انا 180 تمام. طيب وبعد كده ايه؟ دي عكسها يبقى ايه؟ 90 سالب 90. طيب سالب 90 هزود علامة 90 يبقى كام؟ بدل بقى 360 يمكنني بقول 90 ناقص 90. 90 ناقص 90 كام؟ زيرو. يبقى أنا دلوقتي أقدر أقول 360 أو أقدر أقول إيه؟ زيرو. عشان كده لو أنا رحت هنا كده بصيت هنا هلاقي زيرو، بس هي نفسها هي كام؟ 360. يعني ال 360 هي الإيه؟ الزيرو نفسها. طيب يبقى أنا دلوقتي بقى عايز بقى، تعالى نرجع للقطة نشيل بقى الكود ده. طب أنا دلوقتي عملت الكود في الجرس وأنا عايز على القطة خلاص ممكن تاخده كده تحركه وتوديه هنا. بس لازم يحصل زي هزة كده اللي هي حصلت دي. أكيد كده راح، مش عايزه هنا بقى خلاص. بس أنا لو دوست هنا هيروح عند الإيه؟ الجرس. فتعالى نشيلها ونحط إيه؟ هنا. طيب أنا عاوز أول ما يبتدي يبص فين؟ الاتجاه بتاعي مش عايز أظبطها من هنا، أنا عاوز أظبطها ككود. هظبطها ككود بقى عندي حاجة اسمها إيه؟ بوينت إن دايركشن، يعني نقطة الاتجاه بتاعي، ونقدر نظبط منها الزاوية اللي أنا إيه؟ عاوزها. طيب إحنا اتفقنا إن أنا عندي الأربع اتجاهات اللي موجودين دول. طب انا لو جيت قلت 45، طب انا عندي 45 عندي 45، بس انا كنت بتكلم على الاتجاهات الاساسيه اللي هي فوق يمين تحت شمال. طب 45 دي معناها ايه؟ اللي هي تبقى فين؟ الاتجاه السامي كده في الموضوع بص بين كده بين الزيرو وال 90 بين فوق واليمين. طب هكذا عندي السهم ده كل ما ازود بيحصل ايه؟ يبص على حسب ما انا عامل. طب انا عاوزها تبص على طول ناحيه اليمين يبقى خلاص هيجي ناحيه 90. يبقى انا لو جيت حتى غيرتها هنا كده وجيت دوست ستارت غصب عنه هيعمل ايه؟ هينفذ البلوك اللي موجود هنا اللي هو بيقول له بوينت ان دايركشن بكام؟ 90. طيب بعد كده هنبدا نخليها تتحرك عن طريق كيبورد. طيب فاحنا قلنا عن طريق الكيبورد اللي احنا عندنا الامر دوت في الدرس السابق ده مثلا. فانا عاوز اخليها تطلع لفوق فكنت باجي هنا اقول ايه؟ بغير في محور ايه؟ اكس ولا واي. دايما بنسال نفس السؤال ده. لو عايز اطلع لفوق يبقى ايه؟ واي. يبقى تشينج واي. طيب لو عايز اروح يمين مثلا هاجي هنا واخد رايت ارو واجي اقول لها تشينج اكس. طب عندي هنا مشكله ايه هي؟ انا دلوقتي جيت قلت انا عاوز اتخليها تطلع يمين وفي نفس الوقت تطلع على ايه؟ يعني تروح ليمين وفي نفس الوقت تروح لفوق. فانا لو دوست كده بلاقي ايه؟ انا دايس كده الاتنين مع بعض يا بينفذ ده يا بينفذ ده. مين اللي بينفذه؟ تاني واحد انا دوست عليه. ما ينفعش الاتنين يتنفذوا في نفس الوقت مع اني دايس على نفس الزرارين. يعني عايزكم تجربوها مع نفسكم هتلاقوا ليه ما ينفعش خالص. طب انا عاوز يروح يطلع لفوق في نفس الوقت يروح يمين، خلاص ما ينفعش استخدم ده. ليه؟ الامر ده ببساطه بيخليني استخدم ايه؟ زرار واحد بدوس عليه. طب انا عايز ادوس الاثنين يبقى انا هستخدمها بطريقه تانية. طيب ايه الطريقه التانية؟ بقول له لو دوست على زرار اليمين يبقى لو اول ما نسمع كلمه لو قلنا دماغنا تروح على ايه؟ اف زن. طيب دوست بلاقي فين؟
كي سبيس بريس، قصدنا سبيس اللي هو قصده بيه يعني ايه، زرار المسطره اللي عندنا في الكيبورد. لا انا عاوزه يقول له ايه لما ادوس فوق. طيب يبقى اخده هنا واحط الشرط بتاعي لما ادوس ايه بريست. هل انت دوست فوق؟ اه لو دوست هيحصل الحاجه اللي هنا. طب انا لما ادوس فوق ايه اللي يحصل بقى؟ ناخد الايه تشينج واي اللي احنا لسه عاملينه. طيب قلنا الامر ده هيحصل اول ما اشغل اللعبه على طول؟ لا، ممكن يحصل بعد ما اشغل اللعبه، ممكن يحصل كمان 10 دقايق، ممكن يحصل على طول، ايا كان. فلازم اخليها جوه فور ايفر علشان دايما يبحث عنه. فانا دلوقتي بيطلع لفوق. طيب عايزه لتحت، تعالى نعملها دوبليكيت بس نعكسها. ودي مثلا هقولها 5، وهنا بقى داون ايه 4، وهنا -5. طيب نيجي هنا رايت ارو ليفت ارو. بس انا مش عايزه تنزل بقى تروح يمين وشمال، انا عايزها اللي يحصل، عاوزها دلوقتي ليفت ارو تلف يعني ايه قلنا؟ يعني اغير في الزاويه دي يعني كده وكده. طيب انا عندي ده شكل ايه دائري، يبقى انا دلوقتي عندي لو مشيت كده شبه ايه الساعه اللي عندنا. فانا كده بعمل ايه بلف مع عقارب الساعه. طب لو عملت العكس يبقى انا بلف عكس عقارب الساعه. طب ازاي بقى؟ كلمه الف اصلا يعني ترن. هاجي هنا اقول تاني حاجه عندي هنا، وعندي حاجتين، واحده ترن وواحده ايه ترن برضه، بس مره السهم ده مختلف. يعني لو بصينا كده السهم كده عكس عقارب الساعه كده، كده قصدي مع عقارب الساعه. ازاي؟ ماشي اهو ومشينا كده اهو. طب كده عكس عقارب الساعه. طيب فاحنا نحطها هنا كده، وده نحطها هنا كده، وتعالى نصغر القيم شويه، وتعالى نشغلها مع بعض. انا بدوس اهو. طيب بصوا لو انا دوست كده ودوست لفوق ايه اللي هيحصل؟ هتطلع لقدام ولا هتطلع لفوق؟ احنا اتفقنا ان الواي دي شبه الاسانسير، فهتنزل لفوق بتاع. لا انا عايزها تطلع لقدام. يعني انا لو بصيتها كده كده هتلاقيها مظبوطه معاك مفيش مشكله حتى. بس انا المشكله عندي إيه؟ لما ادوس فوق دايما هتطلع لفوق. لا انا عايزها تبص تمشي على حسب ما هي باصه. يعني يعني السهم مثلا باصص لتحت يبقى انا عايزه تمشي لتحت. طب السهم مثلا باصص للشمال يبقى انا عايزه تمشي ايه لما ادوس فوق تمشي للشمال. ساعتها ما استخدمش بقى تشينج اكس او واي، لا بستخدم حاجه اسمها ايه موف. واجي انه موف مثلا 5. طب انا عايزها تبقى العكس ترجع لورا يعني، يبقى -5 عكس الاتجاه بس كده. لو جينا شغلناها دلوقتي دوست لقدام، طب غيرت الاتجاه ودوست لقدام دايما تمشي ليه لقدام. طب لو دوست لورا ترجع ليه لورا. يبقى هي ورا بالنسبه لي اللي هو اللي عند ديلها ده، قدام اللي هو ايه اللي قدام وشها ده. يبقى انا دلوقتي استخدمت ايه موف. لو استخدمت اكس او واي فالواي هتطلعني لفوق او تنزلني لتحت على حسب ما انا ايه حاطط الاسهم. يعني انا قلت تشينج واي 5 مثلا، خلاص يبقى لو دوست فوق هتطلع لي دايما لفوق. طب لو قلت لها داون ارو يعني اما ادوس للسهم اللي تحت ايه اللي يحصل؟ وكنت عامل ايه تشينج واي مثلا -5، لا هتنزل لتحت دايما. انما انا عايزها تبص لقدام يعني تمشي لقدام او ترجع لورا، يبقى استخدم ساعتها ايه موف. طيب تعالى نخش بقى على الايه الجزء التاني. ايه هو؟ انا دلوقتي عايزها لما تلمس الجرس ايه اللي يحصل؟ خلاص قلت ايه لما تلمس الجرس يبقى هستخدم حاجه اسمها ايه اف. قلنا ممكن نحطها هنا. طيب ايه الميزه صحيح؟ تعالى مع بعض. ايه الميزه بالنسبه لنا هنا اللي انا ممكن ادوس الاتنين مع بعض؟ يعني بص بتلف وفي نفس الوقت ماشي. كنت مستحيل اعرف اعملها فين لو انا مستخدم ايه الايفنت اللي عندي هنا، واخترت اب ارو مع داون ارو، او عملت نفس الاجزاء دي بس بره الاف. طيب تعالى بقى نعمل الجزء التاني. تعالى بدل الزحمه ممكن نعمله في مكان فاضي. هاجي هنا، قلنا طبعا احنا بنستخدم فور ايفر ليف مع الاف علشان دايما الشريط عندي يفضل ايه يبحث عنه. وعايز اقول لها تلمس الجرس يبقى تاتشنج هنا كل. وبعد كده إيه اللي يحصل؟ اول حاجه انا عايزه لما تروح ايه تلمس هنا. طيب يبقى انا عايزه الاول حاجه احنا هنضيفه ليه الشكل اللي عندنا اهو. انا عاوزها مثلا تتحول لشخصيه العروسه دي مثلا. طيب يبقى عند الكاب 2 بعد كده هتتحول هنا. طب خلاص يبقى انا دلوقتي عاوز ايه لما تروح تتحول لدي. يبقى انا عايز تتبدل بدل يعني سويتش. طب الاقيها فين؟ هنا سويتش كاستم. ليه؟ احنا قلنا اي حاجه في اللوكس مظهر، ده حاجه طبعا المظهر يبقى الاقيها فين؟ هنا سويتش كاستم ايه برانيلا. يبقى انا اول ما نلبس البيول اللي هناك كده هلاقيها راحت لايه لبرانية. طب هي اصلا راحت لبرانية فعشان كده مش هيحصل حاجه. طب تعالى نخليها نختار كده هنا نشغل
ترجع تاني اتحولت ايه. طب رجعت تاني ما حصلش حاجه. ليه؟ السكراتش عندنا بيكمل على اخر حاجه واقف فيها. طب هي اخر حاجه متحوله ليه؟ طيب لا، انا عاوزها ما تلمس تفضل شويه كده مثلا وترجع تقول مثلا انا مسكت الجرس. خلاص قلنا نعملها يا سينك يا سي. طيب انا لو استخدمت سي دي على طول، سي دي يعني هتفضل على طول شغاله معايا. لا انا عاوز ايه؟ ليه محطوطه جوه فور ايفر؟ لا خلاص احنا ممكن نستخدم ايه لمده ثانيتين. لا قد امسكت الجرس. طيب دي عدد ثواني تظهر فيها. لو انا جيت كتبت ينفع اكتب فيها كلام؟ ما ينفعش. فانا لو قعدت اكتب فيها كلام ممكن يعلق معايا. دي ساعات بيعملها مع بعض. طب ايه الحل بتاعها؟ اللي انا هطلع بره واجيب مثلا اي فولدر عندي، مثلا الفولدر ده، باجي هنا وادوس كليك يمين هنا وبلاقي حاجه اسمها رينيم، وادوس عليها كده وارجع تاني هلاقي عندي هنا. طيب واكتب هلاقي ايه اشتغل معايا. ده لا عشان حد علق معايا قبل كده. طيب بعد كده ايه اللي انا محتاجه؟ عاوز مثلا تستنى، هقول ويت. على حسب بقى انا بفكر ازاي. عاوزة تروح بعد كده ترجع المكان الاصلي، فقلنا هتعمل ايه؟ جلايد مثلا او جو تو على حسب ما احنا عاوزين. طيب انا قلت لك جلايد، عايزة ترجع من المكان التاني ده ف 155 و30. انا بقى الارقام اللي موجودة هنا عشان ترجع نفس المكان. طيب ايه اللي يحصل كمان؟ عاوزة بقى ترجع لمين؟ لشكل الكات، يبقى انا هستخدم سويتش كاستم اهو. بس مين بقى؟ كاتو. يبقى انا ضمنت دايما هتروح لمين؟ للكاتو. مسكت الجرس، رجعت تاني ليه؟ لشكل القطة في المكان اللي انا قايل عليه. طيب القطة بالنسبة لها الاتجاه بتاعها هو ده الايه الاساسي. طب لو احنا جبنا كده الشكل ده وبصينا على السهم، بص باصص السهم ازاي؟ لهنا، بس الراس بتاعتها ماشيه العكسي. طب انا لو عايز اظبطها مع عليها، خلاص ممكن اجي هنا كده كده المفروض يبص يمين ناحيه اليمين، لا هي باصه لفوق. خلاص ممكن امسكها كده هنا واخليها تبص ناحيه اليمين، يبقى ماشيه مع السهم معايا بالظبط. اللي هو السهم ده كده، بس انا اخليها ايه 90 بالظبط عشان تبقى باصه معايا بالظبط. فانا لو جيت شغلت كده يبقى هي دايما ايه باصه ايه لفوق. طيب انا عاوز ايه؟ عاوز لما ادوس ستارت دايما تجيب القطه. فقلنا خلاص يبقى احنا هنعمل ايه؟ سويتش ايه كاستم يمين للكاتب. يبقى انا معنى كده ايه؟ ده هيتنفذ مره واحده. ليه؟ علشان بره فور ايفر، انما لو جوه فور ايفر هيتنفذ على طول. لا انا عاوز يتنفذ مره واحده. امتى؟ لما ادوس ستارت. طب انا ممكن ليه حطيته هنا؟ لا انا ممكن احطه هنا عادي. وانا عندي هنا ايه ستارت. تعالى نصغر كده عشان ايه لما تيجي تطبقه يبقى بالنسبه لكم موضوع ايه سهل. فانا ممكن احطه هنا او ممكن احطه هنا. انا عاوزك او عاوزك تبقى فاهمه. الموضوع بالنسبة لنا البرمجة لازم تكون فاهمها مش حافظينها، فبالنسبة لنا الموضوع سهل إن شاء الله. طيب آخر حاجة بقى أنا محتاج إيه؟ أنا عايز أنا لما أخش على الجرس مش هلاقي فيه أي أوامر، بس أنا عاوز الجرس اللي يحصل له يفضل يقعد يتحرك في أماكن مختلفة. طب إزاي نعملها دي؟ ببساطة كده بروح هنا وأقول له هنا. طيب عايزه يروح فين؟ أماكن مختلفة. يعني إيه؟ يعني مرة هنا مرة هنا مرة هنا. طيب ما إحنا كده اللي هو يروح في أماكن عشوائية. طيب خلاص عايزه. طب انا عايزه شايفه يروح في مكان عشوائي وانا شايفه، ولا يروح مره واحده؟ لا يروح مره واحده. خلاص يبقى استخدم جو تو ولا جلايد جو تو. طب اهن واحده ديت ولا ديت؟ لا هستخدم دي معناها ايه بقى؟ دي اسمها راندوم بوزيشن، يعني دايما هنروح في مكان عشوائي. وعملت له كده جوه فور ايفر وشغلت هلاقيه بيروح في اماكن عشوائيه. طب هو بسريع بسرعه؟ لا ممكن احط له ايه يا دوبك ايه ويت مثلا ثانيتين بس. فهو ايه مرة يروح هنا مرة يروح هنا بعد كده يقعد ايه يتحرك. ممكن وانا واقف صدفة كده الاقي الجرس راح عند مين؟ عند القطة. ايه اللي هيحصل ساعتها لو بعمل كده؟ هيحصل ايه؟ القطة دي هتتحرك للبرلينة وبعد كده تقول لقد مسكت الجرس لمدة 4 ثواني. اه سبحان الله راحت ايه. بعد كده ايه تستنى ثانية وبعد كده إيه اللي يحصل؟ تتحول لشكل القطة تاني وتروح لمكانها. بس هي كده كده في مكانها، فبالنسبة لي ما حصلش تغيير. ده ايه الفكرة ببساطة. ما تنسوش بقى ايه تشتركوا في القناة واللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.